السلام عليكم، اهلا بيكم. معاكم احمد عادل وحلقة جديدة من حلقاتنا. ولكن قبل ما نبدأ كلامنا النهاردة على النادي الاهلي واللي بيحصل فيه، حابب بس اقول لكم على حاجة صغيرة. عاوزكم تروحوا تتفرجوا على السبع دقايق بتوع احمد مكي، الفنان احمد مكي. شوفوا قد ايه هو راجل مثقف، وقد ايه هو راجل عارف دينه، وقد ايه الراجل قال كلام كتير مننا جدا بيبقى عاوز يقوله. طب اشمعنى احمد مكي بالذات؟ لانه لخص حاجات كتير في جمل بسيطة جدا، وفي ايات قرآنية بسيطة جدا تفسر لك بعض الكلام اللي الناس بتحب تقوله. احنا مستمرين في الدعم، مستمرين في الدعاء، مستمرين في التبرع، مستمرين في كل ده. ولكن في نفس الوقت لازم من وقت للتاني نجدد اللي بنعمله علشان يبقى في نتيجة واضحة وصريحة للي احنا بنعمله، وربنا يكون مع اخواتنا وينصرهم ويثبت قلوبهم ويرحمهم ويشفيهم، ويعني يخلد ذكراهم دايما. ودايما هم رمز الرجولة، دايما هم رمز الكرامة والشهامة وكل حاجة تخص الرجولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. الله المنتقم وربنا موجود وربنا قادر على كل شيء ولكن لازم نعمل اللي علينا، ولازم نتكاتف، ولازم يبقى لينا موقف واضح وصريح، مش موقف مايع زي اللي بيعمله بعض المسؤولين اللي عندنا في الدول العربية. النادي الأهلي بيطلع من البطولة الأفريقية الجديدة اللي معمولة بعد ما تعادل من صن داونز 0-0 في شوط أول. الأهلي كان فيه كويس جدا وكان فيه حلو جدا، وكان ماسك صن داونز غسيل ومكوى زي ما بيقولوا. ولكن عيب اللي فجأة مرة واحدة طلع بعد ما كان اختفى شوية، عيب اللمسة الأخيرة وعيب مين اللي يجيب الجون. نتفاجأ ان النادي الاهلي مش عارف يجيب هدف، وبيضيع هدف في الثاني في الثالث، وعلي معلول بيضيع ضربة جزاء علشان الحظ ما يبقاش حالفنا خالص في الشوط الاول، ونيجي الشوط الثاني مستمرين في نفس الضغط والاستحواذ، ولكن عدد الفرص قل. وده اعتقد نتيجة للياقة البدنية اللي اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات. انت مسافر جنوب افريقيا 11 ساعة وراجع مفيش يومين، وهتلعب ماتش صن داونز تاني، عكسهم هم اللي كانوا لعبوا ماتشهم الاول هناك ما سافروش، سافروا ده بس. الحاجة التانية حالة التراخي او حالة شبه الاستسلام لبعض اللعيبة اللي كانت بتلعب. يعني انا بس المشكلة ان في ناس ما بتاخدش حقها ولا قدرها. يعني واحد زي اكرم توفيق لسه راجع من اصابة، الراجل اتضرب مرة واتنين وسبب في كارت احمر للاعب من لعيبة صن داونز، وكان مش من ارجل لعيبه النادي الاهلي، هو كان من افضل لعيبه النادي الاهلي. عشان اكرم بقى يتحط في كلمه ارجل، في كلمه راجل، لا هو من افضل لعيبه النادي الاهلي. ان الرجوله في اللعب او يبقى يلعب لاخر نفس، دي من ضمن اللعيب السوبر، واكرم هو من اللعيبه دي. الحقيقه لغط كتير وكلام كتير على علي معلول وضربه الجزاء اللي ضيعها، وان هو دي مش اول ضربه يضيعها. ولكن الكلام من بره حلو، لكن من جوه تفاصيله رخمه. لان وارد اي لاعب في الدنيا متميز في ضربات الجزاء انه يضيع. ولكن هنتكلم تفصيليا كده، تفصيله كده بسيطه في ركله الجزاء بتاعت علي معلول في العموم اللي بيلعبها. ركله الجزاء علي معلول بيعتمد على الحارس بيترمي فين، وبيحاول يبص على قد ما يقدر قبل ما يشوط الحارس، مركز يروح فين اكتر علشان يحط الكرة الناحية التانية. ودي تفصيلة بيعملها لعيبة كتير زي جورجينيو لاعب نادي ارسنال الحالي وتشيلسي السابق ومنتخب ايطاليا، وكذا لعيب بيعملوا الحركة دي، انه يفضل هادي جدا على الكورة ورايح على الكورة هادي جدا لحد ما تشوف لغة الجسد او حركة الحارس رايحة على فين ويحطها. ولكن من عيوب ركلات جزاء علي معلول انها بتروح مش قوية. يعني ايه مش قوية؟ يعني ممكن الراجل يشوط كورة ضربة جزاء قوية وسريعة، الحارس يترمي عليها ما يلحقش يصدها. زي مين؟ زي كريستيانو رونالدو لما بيشوط الكورة بقوة كبيرة جدا وبتيجي جون. زي محمد صلاح من اللعيبة اللي نادرة اللي بتضيع ضربة جزاء، لانه بيشوطها
بطريقه قويه جدا جدا، فالحارس حتى لو راح للكوره ما بيلحقش يصدها، او ممكن تاخد ايديه وتخش جوه. ولكن الحقيقه مش هي دي ركله الجزاء اللي طلعت الاهلي من البطوله، ومش هي دي اللي خلت الاهلي شكله وحش. الاهلي شكله وحش لانه لحد دلوقتي ما جابش مهاجم يعتمد عليه. رجع صلاح محسن، وواضح ان صلاح محسن هو اللاعب اللي ما بيعرفش يلعب تحت ضغط كالعاده. وصلاح محسن وديه اي فريق تاني في الدوري المصري بلا استثناء، اي فريق تاني هيلاقيه بيلعب ويتألق، ولكن مع النادي الاهلي مش بيستحمل الضغوطات، بل بالعكس. صلاح محسن من وجهة نظري في المرة اللي قبل كده واللي قبلها لما كان بيلعب في النادي الاهلي كان اخف من كده، وكان رخم بمعنى الكورة، وكان بيروح ويجي على كورة. ولكن نسخة صلاح محسن الجديدة مع النادي الاهلي انا شايف نسخة باهتة قوي، واقفة مش بيتحرك كتير، مش عارف يلعب الكرة برجليه، وانا مش فاهم في ايه. اما موديست فهو الاستاذ محمد الكوليني معلق المباراة لخص الموضوع كله بكلمة يا عم الحاج يا عم الحاج. انا مش عارف ايه يعني. هو انا من الناس اللي دفعت عن موديست اول ما جت الاهلي، ومن الناس اللي كنت شايف ان موديست ده نقلة كويسة وحلوة للنادي الاهلي، ولكن اتفاجئت ان مفيش حاجة خالص. لا هو حرفيا مفيش حاجة خالص. موديست مش موجود، موديست ما بيجريش، موديست ما بيحاولش، موديست واقف. وفي نفس الوقت كولر مش عارف يستغل نقطة قوة موديست الوحيدة اللي على الأقل ممكن نستفاد منها، وهي العرضيات. موديست نزل، وبعدها بشوية صلاح محسن نزل، والأهلي كان لسه بيلعب على الأرض. الكرات العرضية ما كانتش كتيرة، الكرات العرضية كانت قليلة جدا، والجودة بتاعتها ما كانتش حلوة. فانت حاجه من الاتنين، خلاص احنا لبسنا في صفقه اسمها موديست، يا تسيبه تركنه على الرف لحد ما يمشي، يا اما لما تنزله تلعبه عرضيات. يا عم ريح دماغنا وما تجيبوش في نص الملعب ويطلع بره ال 18 على امل انه هيجري ويضغط. هو راجل لا هيضغط ولا هيجري، الا بقى لو خف من حوار اللياقه البدنيه دي اللي انا مستغربها. الراجل لحد السنه اللي فاتت ما هو كان كويس. انا موديست مش من اللعيبه السوبر، ولكن موديست اسمه للناس اللي بتتابع كوره بره في اوروبا ممكن تسمع اسمه مره ولا اتنين ولا تلاته كده في الموسم، لما بنسمع عن البايرن اتغلب ولا بروسيا مثلا اتغلب ولا عمل ايه، لانه كان بيلعب في بروسيا ولعب في كذا فريق تاني في المانيا، اللي هو الاسم ده مش غريب، مش معروف لك مش غريب. فده اللي يحيرك جدا جدا. كهربا كده كده موقوف الفترة دي عشان مش عارف عشان الحركة اللي عملها ولا عشان ايه، فكهربا موقوف. وصلاح محسن المفروض هو اللي هيبدأ أساسي في ماتش المقاولين الدوري، ولكن الأهلي خسر صفقة كبيرة وخسر بسبب إصابة كبيرة جدا. هو رضا سليم هو الكسر في الترقوة و3 شهور، والحقيقة الوقع ما كانش ليها لازمة. ما تعرفش هو كان بيمثل ولا هو اتخبط. هو اللاعب حط رجليه، لكن رجليه لا تستدعي كل الرمية دي. هو رضا سليم حاول يدي للخبطة يعني تفاعل كده اكبر، الحكم لا حسب له حاجه، وهو فاكر للضرب ما كملش دقيقتين 3 واتصاب وطلع. ورسميا رضا سليم مش هيلعب كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي رسميا. احنا هنلعب بكاس العالم للانديه في الشمال مع حسين الشحات او احمد عبد القادر. وهنا هيجي لي تعليق لحسين الشحات. احنا عارفين ان انت من احسن وينجات في مصر، ولكن هتقعد تلم كتير وتقط كتير علشان تشوط بس؟ لا، مش عاوزين حسين الشحات. انا حرفيا زهقت من الحوار ده. احمد عبد القادر وحسين الشحات يقدروا ينيموا اي باك موجود لاي فريق بيلعب قدامه مهما كان مين، ولكن بمزاجهم، ولكن بالحاله المزاجيه اللي عندهم هم اللي بيقدروا في الماتش ده يا يبقى نجم المباراه يا اما يبقى من اسوأ لاعبي المباراه. حسين الشحات في ماتش سان داونز انت ما استفدتش منه باي حاجه، لدرجه ان هو كان تقريبا اول تغيير. انت ما عملتش حاجه، يعني انت عمال تاخد الكوره عاوز تجيبها لبره وتركن، طب مش ماشيه معايا خلاص هجيبها لجوه واركن، مش ماشيه معايا خلاص هرفع. بيرفع كرات طوليه قوي اللي هو بيرسي تاو بيعمل المستحيل عشان ينط عليها، ومن حسن حظ تاو ان الجون كذا مره يغلط، لكن بيرسي ما كانش بيلحق يستغل الغلط ده. اذا حتى العرضيات اللي كان بيعملها حسين الشحات ما كانتش مميزه. فحسين الشحات اما انت تفوق يا اما احنا يعني نزهق. يعني حرام ان احنا نكون مدافع عليك كتير وفي نفس الوقت انت اللي بتعمل في نفسك كده.
احمد عبد القادر خلاص انا تقريبا كده يعتبر استسلمت منه، برضو من اللعيبه ان انا بحب يفضل موجود في الاهلي، وبقول على امل ان هو يجي ويجي ويجي. الحمد لله ما بيجيش احمد عبد القادر. احنا عندنا الناحيه التانيه بيرسي تاو، والراجل شغال حلو ووحش، هو راجل بيعمل اللي عليه وبيجتهد، كان في يومه ما كانش في يومه. انت ما بتلاقيش ان بيرسي تاو بيبخل بعرق، بتلاقيه بيجري 90 دقيقه. دي الفرق بين الوينج والوينج. نص الملعب يعني في تحسن، ولكن اتمنى الفترة اللي جاية نشوف مصطفى شوبير بياخد فرصة، عشان محمد الشناوي بدون منافس هيرجع تاني لنفس الغلطات دي. البطولة مش مهمة قوي، والبطولة بالنسبة لي انا كحاجة شخصية انا مش مهتم بيها، واصلا في ظل الاحداث دي كلها الواحد اصلا مكسوف يطلع اصلا يتكلم عليها. وكمان في نفس الوقت انا بالنسبه لي الكوره دلوقتي 90 دقيقه وخلاص، لا بشغل بالي اتكلم ولا اتفرج على تحليل قبل ولا بعد. ولكن حابب القناه ترجع ولو بحاجه بسيطه حتى كمشاهدات، لان القناه خلاص باظت، فالواحد بيحاول من وقت للتاني ينزل اي فيديو. دعواتكم لاخواتكم ودعواتكم لينا ولكل مسلم ولكل عربي مش مسلم بس كمان، ان احنا نكون ايد واحدة ونتكاتف ضد اي حد بيأذينا وضد اي حد بيحاول يعادينا. ولكن يا رب نفوق، يا رب نفوق، يا رب نفوق. كان معكم احمد عادل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.